للسيارة المفخخة التي تم تفكيكها من قبل الجيش اللبناني. وبحسب المعلومات بأن هذه السيارة كانت مركونة في موقف في المزرعة قرب محمصة الرفاعي، وقام الجيش اللبناني بتفكيك هذه السيارة التي تبين بأنها مفخخة وبأن في داخلها متفجرات. وهذا الأمر قام به الجيش اللبناني بعد معلومات تحدثت عن اعتراف نعيم إسماعيل محمود المعروف بنعيم عباس بتفخيخها، وبأن وجهة هذه السيارة المفخخة سيارة رباعية الدفع كانت الضاحية الجنوبية. هذه هي المعلومات الأولية التي تصل، والتي هي منقولة عن معلومات أمنية. وأيضا تتحدث المعلومات في هذا الإطار بأن القوى الأمنية وتحديدا الجيش اللبناني ما زالت تلاحق شخص آخر يعتقد بأنه من معاوني نعيم عباس، وأيضا في خشية لأن يكون هنالك أي من العمليات الإرهابية التي يجري العمل عليها. إذن حتى الساعة تبين أن السيارة التي نشاهدها على الشاشة من ضمن مشاهد خاصة بقناة الجديد فككها الجيش اللبناني، وهي من نوع RAV4، كانت مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات، وبأن نعيم عباس اعترف بأن وجهة هذه السيارة كانت الضاحية الجنوبية. رح نتابع معك استاذ ابو عماد. كنت حضرتك عم تقول انه اذا كان ابن عمه لنعيم عباس هو من قيادي حركه الجهاد الاسلامي، مش من عمه اللزم يعني حتى كمان يعني من العائله، يعني انه هذا لا يعني لا تعميم على التهمه على كل العائله ولا تعميم التهمه اكثر وتوسيعها على الجهاد الاسلامي. طيب بس اليوم اكثر للاستيضاح، قلت لي انه نعيم عباس عبر بحركة الجهاد، عبر سنوات طويلة، يعني عم نحكي من التسعينات تحديدا. كيف صار انه وصل نعيم عباس الى حركة الجهاد الاسلامي؟ في العام 1993 عندما اغتيل السيد عباس رحمة الله عليه، السيد عباس الموسوي، وتم اجتياح الإسرائيلي لمناطق جنوبية وخاصة في منطقة كفر وياتر على ما أذكر آنذاك، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التعبئة أو النفير العام لمواجهة والوقوف إلى جانب المقاومة والشعب اللبناني، وبالتالي الحفاظ على شعبنا كذلك، لأنه بالنهاية هو دفاع عن كل يعني مكونات المجتمع اللبناني والفلسطيني في لبنان في وجه العدوان الإسرائيلي. هذه أثناء التعبئة تم يعني عدد كبير من الشبان الفلسطينيين أتوا وسجلوا أسماءهم من أجل الذهاب إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنهم كان نعيم عباس. بقي نعيم عباس تحت المتابعة مدة 3 سنوات تقريبا، من 93 إلى 96 تقريبا، وبعدين التحق إلى الصفوف. شو يعني تحت المتابعة؟ بالتالي مش أي واحد بيجي بيقول بدي أكون أنا جهاد إسلامي بدخل الجهاد الإسلامي، بقعد حسب مرات سنة وسنتين الدورات يعني. لا متابعة تربوية وسلوكية ومنهجية. ما كان تبين شيء عليه؟ لا مطلقا لم يكن، بالعكس كان مندفعا، وكان اندفاعه كان يعني هدفه مقاتلة العدو الإسرائيلي بكل تأكيد. يعني كان هو مقتنع بفكر أن إذا كان لابد من طريق للموت فهي طريق محاربة الإسرائيلي يعني الاستشهاد في سبيل القضية بوقتها. نعم. أنا دعيني أوضح مسألة. في العام تقريبا أعتقد 2000 وشوي قام بإطلاق الصواريخ حركة الجهاد الإسلامي عندما تم إلقاء القبض عليه من قبل الجيش اللبناني. أخذت موقف حركة الجهاد الإسلامي بأن من يقوم بأي عمل خارج إطار القرار التنظيمي لحركة الجهاد الإسلامي فهو يخرج من هذا التنظيم، وتم فصل نعيم عباس آنذاك. لكن دعيني أن أقول بأن هناك استهداف واضح لشريحة كبيرة من الشباب الفلسطيني لحرف مساره عن مقاومة العدو الإسرائيلي. يعني هناك محاولة للتضليل الممنهج لحرف الشعب الفلسطيني عن عدو الأساسي وإلهائه بعدو مصطنع. أنا أعتقد هناك أجهزة استخبارات تقوم بهذا الدور، وهي تلعب لعب كبير جدا، لأن إبعاد الشعب الفلسطيني عن قضيته وإبعاد حتى شعوب الأمة عن القضية الأساس، القضية المركزية،